السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. هل العجينة اللي بالخميرة الطبيعية تقدر تخمر في الثلاجة وهل تعطينا نفس النتيجة كما نخمروها خارج الثلاجة؟ هذا التساؤل جاني في التعليقات والجواب هو نعم. العجينة اللي بالخميرة الطبيعية تقدر تخمر في الثلاجة وتعطينا نفس النتيجة كما نخمروها خارج الثلاجة، فقط مدة الاختمار راح تطول شوية. فالعجينة اللي تدي خارج الثلاجة ساعتين أو 3 ساعات باش تخمر، داخل الثلاجة راح تدي من 8 إلى 10 ساعات وممكن أكتر إذا كانت الثلاجة باردة بزاف. مثلا عندي هاد العجينة اللي حضرتها باش ندير بها مملحات، وهاد المملحات كنت محتاجتهم لوجبة الغداء. فطبعا إذا حضرت العجينة في الصباح ما راحش يكفي الوقت أنه العجينة تتخمر جيدا. نعرفوا أنه العجينة تتخمر المرة الأولى ونعاودو نشكلوها ونزيدو نخلوها تخمر المرة الثانية. فعلى هادي بغيت نربح الوقت، حضرت العجينة في الليل وخليتها تتخمر المرة الأولى في الثلاجة، خليتها تبات ليلة كاملة في الثلاجة، وعلى غدوة الصباح جبتها وهذه هي النتيجة. شوفوا العجينة كيفاش تخمرت، يعني تخمرت بواحد الطريقة رائعة جدا. يعني النتيجة كما راكم تشوفوا، يعني الصورة واضحة أنه العجينة تخمرت. فقط هنا ملاحظة، بعد ما تخلوا العجينة تاعكم تخمر ليلة كاملة في الثلاجة، كي تجبدوها خلوها شوية يعني واحد الساعة باش تستعيد حرارتها الطبيعية، ومن بعد شكلوها زيدوا عاودوا خلوها تخمر للمرة الثانية. المرة الثانية ما راحش تدي بزاف الوقت باش تخمر، يعني دائما العجينة إذا دات المدة الكافية باش تتخمر في المرة الأولى، المرة الثانية ما راحش تدي لكم بزاف الوقت، يعني ساعتين على الأكثر وراح تكون تخمرت. وهذو هما المملحات اللي حضرتهم بالعجينة المخمرة في الثلاجة. شوفوا النتيجة الرائعة اللي تحصلت عليها، جو خفيف كيما القطن، روعة روعة يعني بالنسبة للوصفة. أكيد راح نشاركها معكم قريبا. هذه العجينة أكثر من رائعة وتقدروا تحضروا بها جميع المملحات تاعكم. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم.